ايس كريم ماكدونالدز اللي بيتقدم في المطاعم وكل الناس بتحب تشتريه. النهارده هعمله على قناة بيتو تشانل بإيد مصرية وبخامات مصرية وكمان اقتصادي، والطعم رائع جدا جدا. كل ده هتشوفوه على قناة بيتو. يلا بينا على الوصفة. اهلا بيكم حبايبي، منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا، وطبعا النهارده هنعمل وصفه سهله جدا وسريعه ومشهوره جدا في مطاعم ماك. هنعملها النهارده بطريقه بسيطه وبمكونات سهله. وطبعا في الجو الحر ده لازم نعمل الايس كريم لاطفالنا ولاي ضيوف جايه لنا. معانا اول حاجه من ضمن المكونات العسل الكلوكوز، والبرطمان ده هتلاقوه عند محلات مستلزمات الحلويات او محلات العطار. ومعايا الباكو بتاع الكريم كراميل اللي بيتباع في علب في السوبر ماركت. هحتاج البودر دلوقتي، وبرضو هستعمل الصوص بتاعه. تعالوا بقى في حلة هحط فيها الباكو البودر بتاع الكريم كراميل، وهضيف عليه مية عادية من الحنفية، كوبايتين مية بس. الوصفة سهلة جدا، وخليكم معايا هقول لكم كمان على بدائل او على حاجات تعزز الطعم في الفيديو اثناء ما احنا بنتكلم. بعد ما حطيت كوبايتين المية عليهم باكت الكريم كراميل او بودر الكريم كراميل، هبتدي انزل بمعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. تمام كده، وهبتدي اقلب كده على البارد وادوب كده الدنيا مع بعض. وبعد كده هقوم رافعاهم على البوتاجاز ونشوف مع بعض هنعمل ايه على البوتاجاز. وركزوا معايا في الخطوة اللي جاية. هرفع الخليط كده على البوتاجاز زي ما انتوا شايفينه، وهسيبه على نار عالية لحد ما يغلي. وبعد ما وصل لمرحلة الغليان وكل الخليط داب، هبتدي أهدي النار عليه وأقعد 4 دقايق بالظبط على الساعة وهو على نار هادية. بعد ال4 دقايق زي ما انتوا شايفين كده، خلاص هرفعه من على النار ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هجيب بولة عندي وهنزل الخليط بتاعي واسيبه يهدى ويبرد شوية. وبعد ما يهدى هغطيه بستريتش او اي كيس واحطه في الفريزر ساعتين. وتعالوا نشوف بعد ما يطلع من الفريزر هنعمل ايه. بعد ما طلع من الفريزر هبتدي اضيف عليه كوباية واحدة من الكريم شانتيه البودر الخام بدون سكر نهائي. الكريم شانتيه البودر ده هنجيبه منين؟ من عند اي عطار او من عند محلات مستلزمات الحلواني، اوكي، اللي بتبيع خامات الحلواني. اوكي، هبتدي بقى بالمضرب الكهرباء او بالهاند بلندر، وابتدي ان انا اضرب الخليط بتاعي. هضرب كويس جدا لحد ما الخليط بتاعي يتقل ويتجانس ولونه يفتح زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا هسرع الخطوات دي ولكن هتشوفوا معايا كل مرحلة. شايفين ابتدى ان هو يبقى ايه، يبقى كريمي بس وتقل. بس انا لازم الم الجوانب عشان لو في اي حاجة ما اتخلطتش لازم الم واتأكد ان كله اتخلط كويس عشان يبقى القوام كله سوفت وناعم وجميل زي ما بتلاقوه في محلات ماكدونالدز او في المطاعم بتاعه ميك. تمام، شايفين كل ما بضرب بيتقل وبيبقى قوامه جميل جدا وبيبقى انعم كمان من الاول، ولونه فتح خالص وبقى جميل زي ما انتوا شايفين. بعد ما ضربته كده زي ما انتوا شايفين هبتدي اغطيه تاني بستريتش واحطه في الفريزر ساعتين 2 تاني. وبعد ما يتحط ويطلع تعالوا نشوف هنعمل ايه. بعد ما اتحط في الفريزر ساعتين اهو، لو دوست عليه تلاقوه بصوا ماسك نفسه، بس في نفس الوقت صباعي بيعلم. بعد الساعتين همسك المضرب بتاعي واديه ضربتين عشان انعم الخليط اكتر. بعد ما ايه ما سقع كده وبقى جميل. شايفين الخليط بقى كريمي وناعم اكتر عشان اقدر بقى استخدمه كايس كريم. هجيب بقى الكيس وقمع او كيس وبلبله وابتدي ان انا احط فيه الخليط بتاع الايس كريم. اهو شايفين اي كيس، الكياس دي بتتباع بالواحد ومش غالي، واي قمع او بلبله، وابتدي اقص بقى الطرف الكيس عشان اشتغل بيه. اهو بصوا تمام كده.
اهو. ابتدي بقى اجيب ايه، لا اما تجيبي بولات او كوبايات، لا اما تجيبي بسكوتات الايس كريم زي ما انا جايباها كده، وبرضو بتلاقيها متاحة ومتوفرة. هوريكم بقى ازاي نستخدمه. اهو شايفين في قلب البسكوتة بضغط كده بالكيس زي ما انتم شايفين، مرن ورائع جدا وقوام خطير ومظبوط قوي. لو اتبعتوا نفس المكونات ونفس المقادير والخطوات هيطلع النتيجة زي ما انتوا شايفين. اعمل لكم كمان واحدة. بصوا اهو بضخ كده وبلف اهو زي ما بتلاقوها في المطاعم بالظبط. نفس الفكرة دي ممكن تعمليها في كوباية بنفس الحركة وبنفس الطريقة. شايفين قد ايه شكلها جميل ومتماسك وكمان ناعمة، يعني سوفت كده وناعمة، مش من الايس كريم اللي هو بيبقى تقيل ومحتاج يتعمل بالمعلقة. لا، ده اللي بيتقدم في ماك بالطريقة وبالقوام ده. تمام، هعمل كمان واحد اهو. طبعا بيبقى حلو قوي، بيتقدم في الجو الحر اللي احنا فيه ده، بيرطب وبيبقى جميل، وكمان بيبقى حلو قوي للاطفال ولو جالك اي ضيوف وحبيتي ان انتي تقدميه. شايفين شكله تحفة ازاي؟ وتعالوا بقى ندوق طعمه. طعمه جميل جدا ورائع ومظبوط. وخلي بالكم، خليكم فاكرين احنا ما حطيناش سكر نهائي، انا اكتفيت بالسكر اللي في البودر، في التسكيرة اللي في البودر بتاع الكراميل. طعمه وشكله زي اللي في المحلات بالظبط. تعالوا كمان نزينه بصوص الكراميل. لو حابة تعمليه وتزينيه بفوق بأي صوص، ممكن كراميل، ممكن صوص الشوكولاتة، الفراولة، بس أنا قلت استغل الكيس اللي بيبقى جاي بتاع الكريم كراميل وبرضه نزينه. اتمنى الوصفه تجربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عاوزين تبدلوا بدل كوبايتين الميه تحطوا كوبايتين لبن، فهتعززوا الطعم، وطبعا مش هيبقى اقتصادي، هيبقى مكلف شويه بس هيبقى طعمه جميل. وبدل معلقه العسل الجلوكوز ممكن تحطي معلقه عسل نحل. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. شكله جميل شكلا وطعما. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، والى اللقاء. ميرسي ليكم.